مفاجأة 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 وخبر هيفرح كل اخواتنا الاهلاويه. المدرب العالمي مانشيني، المدرب اللي درب منتخبات كبيره واحسن انديه في العالم، النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي اتواصل معاه عبر زوم ميتنج، والمدرب ابدى موافقته وترحيبه بتدريب النادي الاهلي. بس ظهرت مشكله. الاول يا اخويا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، المشكله مش في الراتب. هتقول لي الراتب كبير وهو عايز فلوس كتير والاهلي عايز يقلل المبلغ، هقول لك لا، مش هي دي المشكله. المشكله ان المدرب قال لهم انا ما اخترتش اللعيبه دي ولا حضرت فتره اعداد، انا مش مسؤول عن نتائج الاهلي السنه دي ومش هوعدكم بحاجه الا من السنه الجايه. طبعا النادي الاهلي ومجلس ادارته قالت له ما عندناش الكلام ده، احنا جايبين بن شرقي وزيزو وتريزيجيه وجردشار وعندك بن رمضان وعندك امام ومروان عطيه وديانج وليله كبيره قوي. سعادتك تقول لي ما اخترتش لعيبه؟ هو في احسن من كده؟ احنا جايبين لك احسن لعيبه في القاره. تفتكروا هو ده السبب الحقيقي يا اخواتنا ان المجلس بتاع الاهلي هيتراجع بالتعاقد مع المدرب بسببه، ولا في سبب تاني؟ قول لي رايك في الكومنتات.